Jurelin dainga mironu mandari ina maman jeba ina maman urut mironu mama mironu baba yumulu felo ina maman urut ina maman jeba mironu mandari. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين في كل مكان، أنا بحييكم إن شاء الله تكونوا بألف خير. زي أنتم ما سمعتوا هذه الأغنية الجميلة اللي جاية من العاصمة بتاعة المنداري تركاكا. فحقيقة نحن بنقول لكم ألف مبروك ألف مبروك لنجاح قبيلة المنداري ولا هي المنداري التراد. وحقيقة يعني في حاجة لبس يعني لفتت نظري في الاحتفال الأمس ده. احتفال كان مميز جدا جدا، لكن في حاجات بس ناقصة، وانا الحاجات الناقصه دي انا ما بحمل مسؤوليتها لاي زول. انا بحمل مسؤوليتها لرجال الاعمال الموجودين في داخل جنوب السودان، على راسهم ابن هذه المنطقه اللي بقول عليها وسط الاستوائيه واللي هي العاصمه بتاعت جنوب السودان، على السيد رجال الاعمال لادو لوكاك واخرين. انا بقول لك حاجه وحيده بس، يعني عشان انت تمشي تفكر زي انت اذا لقيت هذا الفيديو. رجل اعمال اللي بيقول عليه سيد لوكاك. تركاكا يعني هي عاصمه او هي مدينه موجوده في منطقه استراتيجيه زي ما بقولوا، يعني منطقه جميله جدا جدا، والمنطقه دي لها اهميه كبيره، والقبيله اللي فيها قبيله مسامحه مع اي انسان اللي بيجي داخل هذه القبيله او الى داخل هذه المناطق تركاكا او مناطق المنداري. يعني انت بتشوفه في السوشيال ميديا كلها، الشريط اللي في السوشيال ميديا، الترند اللي في السوشيال ميديا كله عن شنو؟ عن المنداري، عنه ناس مسامحين. احنا نجي نتكلم نخش جوا منداري، يعني هم ناس مسامحين ما عندهم اي اشكاليه مع اي بشر، حتى لو انت ما جنوبي ولا انت ما جنوبي ولا انت اجنبي جيت في مناطق تركاكا او في مناطق المنداري بيرحبوا بيك وبيحتفلوا معاك وبيلعبوا معاك وبيعملوا لك اي حاجه انت دايره. يحاولوا ذاتي يتكلموا معاك او يلقطوا عشان تفهم. فأنا رسالتي من هنا أنا عايز أرسلها رجال الأعمال الموجودين في داخل جمهورية جنوب السودان، أن تفتحوا عيونكم وتشوفوا هذه المنطقة هي عايزة شنو. يعني هي منطقة سياحية كبيرة جدا جدا، هي في ضفاف النيل، هي بتقع قرب النيل، وموقعها موقع استراتيجي جدا جدا، وإذا أنت عملت حاجة هناك أكيد حتنجح. فنحن جوبا بقت ضيقة، نحن لازم نمشي وانتوا معاكم سوا تمشوا تدعموا المنطقة دي وتكون منطقة سياحية كبيرة جدا في جمهورية جنوب السودان. فيا ريت من الكبار أو من رجال الأعمال في جنوب السودان إذا عندك شوية قريشات كده امشي استهلكها هناك، وعشان هذه المدينة تقوم وهذه المدينة تكون مدينة سياحية كبيرة وتجيب بنفيت لشنو؟ لداخل لجمهورية جنوب السودان، تدعم جنوب السودان في اقتصادها. ففي مناطق كثير في ضفاف النيل عايزة حاجات زي دي يا جماعة. فنحن من هنا بنشكر قبيلة المنداري لأنه قبيلة مسامحة وقبيلة يعني ورت العالم يعني جنوب السودان فيه قبائل كيف، يعني زي ما نحن شايفين عند القبائل اللي بيحتفلوا كل سنة اللي بيعملوا مهرجانات. عندنا شولوك، عندنا اسمه فاجولو، عندنا شولي، عندنا الدينكا، يعني عندنا النوير، قبائل كثير يعني ظاهرة في الميديا. ونتمنى كل القبائل الموجودة في داخل جنوب السودان يعني تعمل برنامج زي ده عشان هم يكونوا ظاهرين. يعني هسه حاليا في جنوب السودان في قبائل يعني ما ظاهرة نهائيا. لازم انتوا تصحروا ولازم توروا نفسكم للعالم عشان تكونوا انتوا جزء من شنو؟ من جنوب السودان. لكن هسه لما تكونوا انتوا ما فيشين في الساحة كلامنا ما كويس وبيجيب حساسيات ما صح. فهسه بعد ده كلنا اي زول اي قبيلة بتعمل احتفال كل سنة او كل شهر عشان القبيلة تكون معروفة والتراث ما يتنسي. إذا أنت جيت في شاشة بتاع التلفزيون أي مكان ولقيت نازل يرقص أنت بتعرف ديل ناس منو وديل قاعدين وين؟ قاعدين في هذا المكان، وهم أكيد من جنوب السودان. بنحبكم وبنقول لكم يعني مبروك مبروك لأهالي تركاكا، أهالي الكرم والجود. يعني أنتوا وريتونا الكرم والجود في جنوب السودان، الكرم والجود في تركاكا في قبيلة المنداري. أنتوا شايفين المنظر في الفيديو اللي أنا رافع لكم فوق ده، الغنية جميلة جدا جدا، ويعني هم وطن عديل كده، يعني هم الوطن. إذا منداري ما في الوطن أكيد حيكون ما في وطن حقيقة. يعني إحنا بنحييكم وبنقول لكم إن إحنا يا ريت ندعموا الرقصات الشعبية في جنوب السودان عشان هي الرقصات الشعبية بتورينا هويتنا الأصلية شنو. فحقيقة نحن عايزين نبني الشباب ديل عشان الشباب يمشوا دغري في العادات والتقاليد بتاع
شباب جمهورية جنوب السودان. لازم أي شاب يكون عارف تقاليده وعاداته. أنا شايف العادات والتقاليد بقت بتتمسح بالأرض في البيديا هنا ده. يعني ناس خلوا علاقاتهم التقاليدية وبقوا بيجيبوا حاجات غير لائقة نهاية. الرقص بتاع يعني الدول الثانية أو الرقص بتاع شرق أفريقيا، الناس اللي بيلبسوا ملابس، نحن في قبائلنا في جنوب السودان أصلا نحن إن ما في ملابس، كان عادي كده كان ملابس، ما في حس عليه في ملابس وفي حاجات يعني بتغطيك وبتسترك، لكن بعد ده في ملابس ما بتسترك نهاية، والناس قاعدين يستخدموها كوسيلة للإعلام وكوسيلة هم ناس فاهمين، لكن لا ده غلط. ما في انت ما تقوم تجيب لك حاجة اللي انت ما بتطلق بها. حتى نحن قاعد نمشي زمان اهلنا قاعدين يمشوا عرايا لكن منسترين ومحترمين وما في حاجات زي دي كان حاصلة، لكن هسه بقت واقع. فنحن لازم نشتغل شغل كبير جدا جدا عشان نطلع الحاجات دي من جوا يعني بيوتنا. فحقيقة بنقول لكم مبروك لقبيلة المنداري الاحتفال الجميل، وبنشكر الناس اللي شاركوا في الاحتفال على راسهم السيدة النائبة ريبيكا نياندين ديمابيور والسيدة أدود وحاكم الولاية إيمانويل عادل. وحقيقة يعني وريتونا كيف نحن نمشي لقدام وكيف نحن نحتفظ بعلاقاتنا المحلية في داخل جنوب السودان. زي ما قلت لكم منداري هو ما قاعد يعني يفرس. إذا أنت مشيت في المروحات بتاعت المنداري ما حتلقى منداري يقول لك أنت جاي من وين، يا هو برحب بك أنت ابن هذا الوطن جمهورية جنوب السودان. حقيقة شكرا جزيلا لكم. إن شاء الله تكون الفيديو عجبكم. الفيديو حننشره في التيك توك والفيسبوك واليوتيوب، فحقيقة نعملوا شير ولايك عشان احنا عددنا يزيد شوية ونكون ناس مشهورين شوية. زي أقل تمشي في الشارع يقولوا أوه ده فلان اللي كان في الميديا ده. نحن بدنا تكون مشهورين. السلام عليكم، شكرا جزيلا لكم لهذه المتابعة الطيبة، بنحييكم.